السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا فيديو لمحمد رمضان وهو في أمريكا لابس بدلة رقص. محمد رمضان يثير الجدل في أمريكا ببدلة رقص لامعة من جديد. النجم محمد رمضان يشعل مواقع التواصل، وهذه المرة من الولايات المتحدة، حيث ظهر في أحدث جلسة تصوير له وهو يرتدي بدلة رقص لامعة تشبه بدلات الرقص خلال تواجده في إحدى الحفلات الخاصة في ميامي. البدلة كانت مرصعة بالأحجار اللامعة وجاءت بتصميم جريء وغير تقليدي، ما فتح الباب أمام سيل من التعليقات بين مؤيدين لرغبته في كسر النمط وبين من رأى أن الإطلالة مبالغ فيها. محمد رمضان لم يعلق حتى الآن على الجدل، لكنه نشر صورته بالبدلة عبر حسابه الرسمي وكتب: ثقة في الله نجاح حتى في أمريكا. فهل هي مجرد جلسة تصوير أم لعمل جديد بطابع عالمي؟ الأيام ستكشف ذلك. تعليقات من الجمهور، ناس قالت إنه فنان واللي عايزه يعمله، وناس تانية قالت إنه بيحب يلفت الأنظار بأي طريقة. أما رمضان كعادته مردش على الانتقادات ونزل صورته بتعليق بسيط: ثقة في الله نجاح حتى في أمريكا. مصادر قريبة منه بتقول إنه في مشروع عالمي بيتجهز، وممكن يكون اللوك ده له علاقة بكليب جديد أو تعاون فني ضخم. فهل رمضان بيحضر لخطوة عالمية ولا دي مجرد لقطة ترند وخلاص؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات، وافتكروا إني دايما مع رمضان كل شيء وارد. كعادة رمضان ما بيعديش من غير ما يسيب بصمته في الجدل، وفي ناس شافت إنه حضوره في ميامي بتأكيد على نجاحه العالمي وإنه فنان بيعرف يلفت الأنظار ويكسر الحدود، وناس تاني انتقدت طريقة لبسه وطريقة ظهوره وقالوا إنها بعيدة عن الثقافة العربية، خصوصا لما يكون في شهر رمضان. وفي وسط كل ده رمضان فضل ينشر لقطات من الحفلات على حساباته برسائل اعتذار بجمهوره في أمريكا، وتأكيد إنه بيقدم فن مختلف على طريقته الخاصة. وهنا في سؤال: هل وجوده في ميامي نجاح فني ولا مجرد استعراض جديد على طريق نمبر 1؟ سؤال تاني ليكم: هل شايفين محمد رمضان فعلا ناجح في توصيل نفسه للعالمية، ولا بيلعب دايما على فكرة الجدل علشان يفضل تحت الضوء؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.